في أماكن في العالم يا جماعة محدش بيصدق إنها لسه موجودة. أماكن كده الغابة فيها مش مجرد شجر، لأ، فيها قصص. قبائل غريبة عايشين لوحدهم بعيد عن الدنيا كلها، وليهم عادات وتقاليد أول ما تسمعها تقول إيه ده؟ مستحيل الكلام ده يكون حقيقي. تخيل كده إن في ناس بيقدسوا القرد. القرد بالنسبة لهم حاجة محترمة جدا، بس لما يجوعوا القرد يتحول لغدا رسمي. والله، قبائل كاملة بتعيش على لحم القرد وبيفتخروا بده كمان. يقولك ده أكل الأبطال، ده اللي يديك ذكاء القرد وقوته. طب إزاي وليه؟ هو ده اللي هنعرفه سوا النهاردة. بس قبل ما نبدأ الحكاية الغريبة دي، انزل كده بسرعة اعمل لايك واشتراك في القناة، عشان القصص اللي هنا محدش بيحكيها غيرنا. أنا السيد محمد التركي، ويلا بينا نبدأ رحلة لأغرب قبائل في العالم، قبائل آكلي لحوم القرد. في نص الغابة في قلب أفريقيا، الناس هناك لسه عايشة زي زمان بالظبط. لا موبايل، لا كهرباء، لا تلفزيون، ولا حتى عارفين العالم بقى عامل إزاي. بس عندهم عادة غريبة جدا، بيصطادوا القرد مش عشان يلعبوا بيهم، ده عشان ياكلوهم، وهم مقتنعين إن لحم القرد بيخليهم أذكى وأقوى. تخيل كده القرد الصبح بيجري معاهم، وبالليل يبقى هو العشاء. والله، قبائل كاملة بتعيش على لحم القرد وبيفتخروا بده كمان. يقولك ده أكل الأبطال، ده اللي يديك ذكاء القرد وقوته. طب إزاي وليه؟ هو ده اللي هنعرفه سوا النهاردة. بس قبل ما نبدأ الحكاية الغريبة دي، انزل كده بسرعة اعمل لايك واشتراك في القناة، عشان القصص اللي هنا ما حدش بيحكيها غيرنا. أنا السيد محمد التركي، ويلا بينا نبدأ رحلة لأغرب قبائل في العالم، قبائل آكلي لحوم القرد. في نص الغابة في قلب أفريقيا، الناس هناك لسه عايشة زي زمان بالظبط. لا موبايل، لا كهرباء، لا تلفزيون، ولا حتى عارفين العالم بقى عامل إزاي. بس عندهم عادة غريبة جدا، بيصطادوا القرد مش عشان يلعبوا بيهم، ده عشان ياكلوهم، وهم مقتنعين إن لحم القرد بيخليهم أذكى وأقوى. تخيل كده القرد الصبح بيجري معاهم، وبالليل يبقى هو العشاء. ويقولك ده أكل الزعماء، اللي ياكل قرد ياخد من ذكائه وشطارته. القصة بدأت من سنين طويلة. القبائل دي عايشة في أماكن صعب جدا توصل لها. الغابة هناك سميكة لدرجة إن الشمس مش بتدخلها غير شوية صغيرين في اليوم. كل حاجة حواليهم صوتها غريب، والناس هناك اتعودوا يسمعوا القردة طول اليوم. فبالنسبة ليهم القرد مش مجرد حيوان، ده جار وصاحب وفي نفس الوقت أكل. اللي أغرب من كده إنهم بيعملوا احتفال مخصوص قبل ما يصطادوا القرد، يولعوا نار ويغنوا أغاني قبلية كده بلغتهم، ويقولك لازم نراضي روح القرد قبل ما ناكله. يعني هو بالنسبة لهم حاجة مقدسة، بس الأكل واجب. القصة فيها تناقض غريب جدا. تخيل واحد بيبوس القرد الصبح، وبالليل بيشويه على النار ويقول عليه وجبة العظماء. هم شايفين إن القرد أذكى الحيوانات، وإن أكل لحمهم بيخلي الواحد ياخد من ذكائهم. في بعض القبائل اللي ياكل قرد لازم يعدي بطقس مخصوص، يعني ما ينفعش كده على طول، لازم شيخ القبيلة يبارك اللحم ويقول كلمتين كده زي تعويذة، وبعدين كل الناس تاكل سوا. وطبعا الموضوع مش عندهم مقزز ولا غريب، بالعكس هم شايفينه فخر. تلاقيهم بيحكوا لبعض إنهم أكلوا قرد كذا مرة، زي ما احنا بنحكي عن أكلة كشري جامدة. وفي ناس منهم لما تسألهم إزاي بتاكلوا القرد ده شبه البني آدمين، يرد عليك بمنتهى البساطة وإنت بتاكل فراخ مش روح ربنا برضو. يعني بالنسبة لهم القرد زي أي كائن في الغابة، بس الفرق إنهم بيحترموه قبل ما ياكلوه. وفي قبيلة اسمها البوندا، الناس هناك بيتعاملوا مع القرد بطريقة أغرب. القرد ممكن يعيش في بيتهم، يساعدهم في الشغل، ولما يموت يعملوا له جنازة. بس لو قرد غريب دخل منطقتهم يبقى وجبة سخنة جاهزة. القبائل دي مش بتفكر زينا خالص، هم شايفين الطبيعة أمهم، وكل اللي فيها من حقهم. يعني لو الغابة جابت قرد يبقى رزق، لو الغابة سكتت يبقى في خطر جاي. وفي قصة مشهورة عن صياد من القبيلة دي، بيقولوا إنه كان أعقل واحد فيهم، بس في يوم اصطاد قرد وشاف في عينيه حاجة غريبة.
كأنه بيبصله بنظرة خوف أو يمكن لوم. من يومها الراجل ده بطل يصطاد وبقى يقول القرد مش حيوانات، دول أرواح. وساعتها القبيلة اتقسمت نصين، نص بيقول القرد لازم يتقدس، ونص تاني بيقول لازم نفضل ناكله زي ما اتعودنا. ومن هنا بدأت الطقوس اللي فيها الجنون ده كله. يجمعوا القرد حوالين النار، يعملوا احتفال كبير، وفي الآخر ياكلوهم كأنهم بيكرموهم. وفي قبيلة تانية بتطبخ القرد بطريقة غريبة جدا، بيحطوه جوه حفرة فيها جمر ويقفلوا عليه بالطين، ويقولك لازم يستوي بروح الأرض. يعني العملية كلها فيها طقوس وعقيدة أكتر من إنها أكلة. العلماء لما راحوا يدرسوهم اتصدموا، قالك الناس دي ما عندهاش إحساس بالقسوة ولا شايفين في اللي بيعملوه غلط، لأنهم فعلا مقتنعين إن القرد دي بتعيش معاهم بروح واحدة. والأغرب من كده، في بعض الناس من القرى اللي حواليهم بييجوا يشتروا لحم القرد عشان يقولك ده دواء. بيقولوا إن لحم القرد بيعالج الحمى وبيخلي الجسم قوي. يعني الحكاية مش مجرد عادة، ده إيمان فعلا. بس لما تشوف المنظر بنفسك تحس إنك في فيلم غريب، الناس لابسة بلود والطبول شغالة وكلهم حوالين نار كبيرة ومفيش غير الدخان والظلال. تحس إنك راجع آلاف السنين لورا، وفي الآخر تفضل تسأل نفسك هو مين الغريب هنا؟ إحنا اللي شايفينهم متخلفين ولا هم اللي عايشين على طبيعتهم من غير كذب ولا نفاق؟ يمكن إحنا اللي بعدنا عن الفطرة وهم لسه حافظينها. يمكن إحنا اللي لازم نتعلم منهم حاجة، مش هم اللي يتغيروا. ودي كانت حكاية قبائل آكلي لحوم القرد. ناس غريبة بس صدقني في الغرابة دي حكمة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان لسه عندنا قصص أغرب وأعجب من كده بكتير. أنا السيد محمد التركي، واستناني في الحلقة الجاية من عالم تاني تماماً.